السلام عليكم، صلينا الفجر الجامعة الروضة المحمدية سخابرة عبد الله. راح نطلع نتريق بالأعظمية عند مطعم اسمه هبوبو، فدا انتظر يجي. وما شاء الله هسه قاعد تنف علينا. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هاي كليتشة حلقوم تمر قصة خالتي، الله يحفظها وتحية خالتي. تابعني على اليوتيوب، خرافية الكليتشة. شكرا. وهذا عبود جاني. طبعا شويه تغير الخطه، انتظرته بهذا مليون رادي علستي بس هو انعنس الحمد لله ورجع لي. حضرني مثل بس ما اذكر. المهم هسه راح نروح لهبوبو يم ابو حنيفه. عبود ابن هبوبو، ابن هبوبو هذا اختصاص بيض وطماطه ذني ريوق ذني السوالف. شلون حموقي؟ حموقي حموقي على العراق العالم. ومن يعرف هبوبو عمدي يعرفون حموقي. نفر تمام. بعد بيضعوا يعني ممكن يعني نسألك كم سؤال، اللي ما تحب تجاوبه جاوبه. تمام. ساعات ما تجاوبه اي بالضبط. شنو مجال شغلك؟ اشتغل بالعقارات. ما شاء الله. نقدر نقول عم تستهدف الناس اللي عندها فلوس، الناس الفقراء اللي تدور ايجارات، هذول السوالف ما تستهدف. لا هم الناس اللي يدورون عقارات عادي هم عندهم فلوس. لا اقصد اللي يدور ايجار. لا الايجارات قليله. فقره ذا الحدي. شو رايك بهذا المجال بالعراق؟ هل هو والله مجال ماشي وراقي جدا. صدق والله. زين تنصح الشباب انه ينتبهون له؟ طبعا. شو السلبيات اللي تواجه؟ قله المصداقيه من المستثمر اللي يسوي المجمع. بالعراق هو مش صادق يعني. لا مو الكل يعني، الاغلب او البعض نقدر نقول. عدم صدق البايع، عدم صدق الشاري، هاي الامور هي اسوء شغله بمجال عملنا يعني. ما قلت لك يعني ما اعمم ولا اقول الكل، بس هوايه مجالنا هذول الناس يعني عندهم هذا الموضوع. سواء المستثمر مثلا بالانجاز مالته، يعني شلون نوضحها السالفه. المستثمر مثلا اللي هو يبي مجمع سكن، عدم صدقه وين؟ بالانجاز وبالوعود مال التسليم، او خلينا نقول بالفينشينج بالكواليتي. اي يعني هاي اكو بها لازم تختار مشروع الناس. اذا اكو فد 3 نصائح تقدمها للمتابعين. عندنا اثنين نوعيتين من الناس، اللي يريد يستثمر واللي يريد يشتري، بحيث تجنبهم المشاكل. اللي يستثمر بالعقار اللي هو قيد الانشاء راح يكون له ارباح وحيسعد بشكل تدريجي. بس هذه الامور الموقع وغيرها والفينشينج او سمعه المستثمر، او يتواصل وياه شركه شنو؟ سكن. شركه سكن العقاريه، اي شيء يخص العقار تواصلوا وياهم. موجودين على الانستغرام. اي موجودين على الانستغرام، موجودين على الفيسبوك. صحيح؟ زين. وان شاء الله بينقصون وياكم ولا من طرف مثل. بالنسبه اللي يريد يشتري سكن، هو مريد سكن؟ اي. فيدور شيء جاهز للسكن قبل مباشر يعني كبلان. فيسال عن راس الساكنين نفسهم المشروع، يسال عنهم، تعامل الاداره وياهم، خدمات، كواليتي، يسال عن هاي الامور قبل ما يفكر ان شاء الله ويشتري. الافضل الواحد يشتري خلينا نقول شقه بعماره لو يشتري له بيت. لا البيت افضل. انا اليوم اخذ لي شقه بنفس بغداد راح تكون غاليه، او اخذ لي بيت بس داخل مجمع بس خلينا نقول شوي على اطراف بغداد. يا هو الافضل. والله انا اشوف البيت افضل. المواطن العراقي افضل شيء للبيت، هو متعود على البيت. وبهذا نكون يعني شملنا اغلب النصائح اللي ممكن تفيد. نسال الله ان شاء الله يعني توفيق للجميع. انتهت مقابلتنا ويا استاذ عبد الله العزي من شركه سكن العقاريه. وصلنا بخير وسلامه الى مطعم ابن هبوبو. هذا ابو حنيفه وهذا ابن هبوبو. حج يشيل اي شيء ينزل. الله حيو شلونك عبود. هذا مطعم ابن هبوبو. تعرف من يا سنه موجود ابن هبوبو؟ هسه نزلت لنا الشوربه. صرنا هاي استاذ زايد وهاي بقى شنو؟ بقى شو اسمه؟ ما ادري شنو عروق. بيض عروق. الفلفل ليش عندك كلاوات؟ ليش؟ مو مقدة ولا يسمى كلاوات؟ ليش كلاوات؟ يعني الفلفل مو كلش حار. بيض عروق. نجربهم ونشوف. بسم الله. عبود لذيذة والله. الحمد لله والشكر. كملنا الريوق وشربنا الشاي. الحساب كله 13,000. شفتوا نزلنا خلينا نقول 3 نفرات على دبل يعني يفضل. والان متوجهين الى شركه سكن. شلون التجربه هاي؟ والله اسعاركم زين. البقيه كلها 5 6 7. اي ممتاز والله. واطيبهم يعني قدوا حاج كان ثقيل عليه. المهم كافي سقطتوا هاي وقدوا. هذا هو مو قدوا اوكي هذا اكسنت لازم تجي ويا الاكسنت. احنا العائله الهاشميه العراقيه. صدق؟ والله مدفونين. ملوك. اي صحيح. ملوك العائله الهاشميه هنا. اي
صح تذكرت. اللي كنت لكم عبد الكريم قاسم. شركة سكوان صايرة مقابل جامع الخير. الثقة في اللي انا قاعد. خذ يسرى خذ يسرى. وصلنا شركة سكن شباب. هذا عبودي وهذا صور الشركة بهذا حاليا هسه صار هي سكن مو شركة سكن، صار بس سكن. النوم